إخوتي الأهلاوية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو مهم جدا جدا هتكلم فيه بالبلدي كمشجع أهلاوي، يا عم همشيه أهلاوي، أو مشجع بيحب الكورة وبيحب يلعبها ويحب يتفرج عليها وبيحب اللعبة الحلوة. بطلب رجاء إعادة هيكلة الكرة المصرية، إعادة هيكلة الكرة المصرية، سواء في اتحادات أو اتحاد أو مسؤولين في الاتحاد. هو بتكلم بالبلدي في إعلام، في ناس كتير في الإعلام لازم تطهير الوسط الرياضي. اطلع اتكلم بحرية في سياق الأدب والاحترام، اطلع اتكلم بدون أغراض اللي انت عايز تخلص حساب مع شخص ما. اطلع اتكلم بحيادية، اطلع اتكلم اللي انت ما تأذيش نفسية لاعب، اطلع اتكلم اللي انت ما تجيش على اللاعب، اطلع اتكلم لو انت عرفت حاجة على اللاعب ما تفضحوش، استره. يمكن اللاعب ده عمل حاجة غلط، عادي كلنا بنغلط. لكن يعني موضوع احمد رفعت الله يرحمه، اول لما وقع في ارضية الملعب في ناس قالت منشطات، حكموا على الراجل، الله يرحمه ويحسن اليه، وهو في دار الحق واحنا في دار الباطل. في ناس حكمت عليه من غير ما تعرف ايه السبب، او عارفين السبب وحبوا يودوا الموضوع لحتة تانية. في ناس برضو حكموا على رمضان صبحي وعايزين يبطلوه ايا كان. انا راجل اهلاوي، رمضان صبحي عنده موهبه، اقول لك اه لاعب موهوب، لاعب واي حد مكانه كان حاط له. يعني اقول لك بقى ايه، كان لسه صغير، ولو اتحط له المبلغ اللي بيراميدز حطه له هيفكر مليون مره وهيروح. هو الراجل خد قراره، نحترم قراره ورايه، يا عم العب عادي ملناش دعوه، بس بدون اهانه، بدون تطاول على النادي اللي انت كنت فيه. ما تتطولش على حد، ما تهينش حد. انتوا في ناس كتير بتثق في اعلاميين، في ناس كتير بتكتشف بعد كده ان الاعلاميين اللي هي بتثق فيهم دي بيكونوا بيقولوا اخبار فيك. يعني انا من كتر يعني قرار كابتن احمد شوبير اللي هم قرروا انهاء التعاقد معاه وفسخ التعاقد معاه، واللي هو يعني كابتن احمد شوبير، انا قلت وهقول، ده كان بيعرف الخبر قبل ما بيحصل. يعني كان بيقول الخبر قبل ما بيحصل. عارف انت يعني ايه كابتن شوبير يقولوا لا يا عم شكرا ستوب احنا مش عايزينك معانا؟ معنى ذلك ان في عواقب كتير جدا مخفية احنا مش عارفينها، في حاجات كتير كانت بتحصل وبتدار في الكرة المصرية احنا مش عارفينها. وشركة المتحدة فيها ناس ومسؤولين في قلب النظام، يعني عارفين الدنيا فيها ايه، وعارفين الطبخة ازاي، والمطبخ ايه دنيته جوه. فأتمنى إعادة هيكلة الكرة المصرية. عايزين وجوه شباب جديدة، عايزين ناس تحب تشتغل. يعني النهاردة يعني قريت، أنا ما شفتش المؤتمر الصحفي بمباراة الزمالك وطلائع الجيش. جوميز بيقول لهم يعني الجدول الجديد بتاع الدوري السنة الجاية ايه هو، عشان نبدأ نشتغل. يعني بص الناس اللي جايين من بره بيفكروا بايه. كولر بيقول لك انا اطول دوري شفته، يعني اطول دوري شفته في العالم. احنا داخلين على شهر 8 والدوري بتاعنا لسه مخلص، لسه الاهلي فاضل له بتاع 10 مباريات. يعني بماتش النهارده بتاعي هيبقى 10. تمام. الواحد تايه ما بين دوري وكاس وسوبر. فين المسؤولين؟ فين المسؤولين اللي بتحط لك نظام، تحط لك قواعد؟ هتلعب هيلعب، مش هتلعب ما تلعبش. معترض اعترض من اول لما انا اقول لك مثلا انت هتلعب مع فلان وفلان وفلان. لا انا معترض، لا حط التأجيلات دي، لا خلي كله يلعب بسيستم كده. يا عم انا كراجل اهلاوي طبق عليا القانون. لو شفتني بعمل حاجه غلط، بس النادي الاهلي فكرته اللي هو ما بيعملش حاجه غلط. انت قلت له مؤجلاتك كذا كذا، الراجل قال لك امين. وحتى لو المؤجلات دي مش على هوا فريق تاني، بس على هوا النادي الاهلي مصلحته، هو مش هيضر حد. هو الراجل حد جه قال له والله انت مؤجلاتك هتلعب واحد اتنين تلاته، هتلعب مثلا النهارده مع طلائع الجيش، بعديها باسبوع تلعب مع طلائع الجيش في الدور التاني. خلاص يا عم، انت ما اعترضتش كفريق تاني او كفريق منافس معايا في البطوله، مش مشكلتي ان انت ما اعترضتش اما عرفت. لكن ما تجيش تعترض بعديها فتره، بعديها بتلات اربع شهور تيجي تقول انا هعترض ولا الكلام ده. لا احنا عايزين ناس بتحب الكره المصريه، تحب كيان الكره المصريه، بتخاف على كيان اسمه الكره المصريه. يا جدعان الكره المصريه بقت، يعني انا مش عارف،
احنا بقينا في الزنبيل زي ما بيقولوا. حرام حرام اللي بيحصل. حرام، وتلاقي واحد طالع بيتهجم على واحد وبيشتم واحد علني علني كده قدام المشاهدين. المشاهد ده خلي بالك مش ذنبه اللي هو يسمع التطاول بتاعك ده. انا كمشاهد مش ذنبي اللي انا اقعد اسمع تلوث سمعي. انت بتجيب لي تلوث سمعي في ودني وتلوث بصري. لا يا عم، اطلع اتكلم في الرياضة باسلوب راقي، اسلوب محترم، اسلوب يليق ان انت انسان متحضر. وعلى فكرة احنا عندنا كوادر كتير قوي تنفع تمسك مسؤولين في اتحادات الكورة، ومسؤولين في الاعلام، ويطلعوا برامج اعلامية. ما في برامج اعلامية كتير كويسة. في برامج مش هذكر حد، بس في ناس كتير كويسة وناس محترمة وشباب لسه طالع. يا عم دخل في اتحاد الكورة نفس الكلام شباب، دخل في الأندية شباب، لكن ما تدخليش يعني ناس بقالها 14 و10 سنين و14 سنة، تحس اللي هي خلاص دي قاعدة بقى، دي العزبة بتاعتهم، دي العزبة بتاعتهم، ويا ريته بيحلوا. إلا ما بيحلوش، ده بيختلقوا المشاكل، عايزين يعملوا مشاكل. احنا جايب واحد بيحل، بيحط جدول تدريب. اصل هي مش كيمياء، هي مش كيمياء، ده جدول بيمشي عليه. عارفين النادي الاهلي، بجيب مثلا النادي الاهلي، والله النادي الاهلي عنده كام بطولة، طب الكام بطولة دولت فيهم كام ماتش، انا بحسب عليهم. اه طب الاهلي لو وصل في البطوله دي النهائيات كلها، احسب مثلا الاهلي هيلعب 60 70 ماتش في السيزون ده كله. انت فاهم؟ بخلاف الدوري. اقسم بقى، هقسم. انا النادي الاهلي اكتر نادي عندي بيلعب في البطولات، اقسم عليه بقى واحاول اخلص. اجي النادي الاهلي مثلا، انا بقول لك اهو كاهلاوي، راجل اهلاوي تمام، عايز دوري صح، عايز كاس صح، عايز سوبر صح، عايز بطولاتي تخلص صح. والله انت مثلا كل 3 ايام هتلعب ماتش، تمام، بين الماتش ده قبل ما تسافر تلعب النهارده، تسافر النهارده تلعب التالت ده بره مثلا، تيجي تريح تلعب بعديها بيومين 3 ماتش. مفيش مشكله. انا بس اهم حاجه في نظام. طول ما في نظام، طول ما احنا هنلاقي منتخب قوي، هنلاقي انديه قويه، مش هنلاقي انديه الشركات كتير. وحتى لو لقينا، ويعني انديه الشركات دي بقت كتير قوي، غياب الانديه الجماهيريه صعب جدا يا جدعان. مفيش انديه جماهيريه، لازم يكون في انديه جماهيريه. يعني انا ما بقتش عارف بجد في ايه. مفيش، ما تستغلوش الرياضه تصفيه حسابات. الرياضه دي اخلاق، الرياضه دي ادب، الرياضه دي بتقرب الشعوب من بعضيها، بتحنن قلوب الناس على بعض، بتحنن قلوب اللعيبه مع بعض. مش كده. انا عمري ما شفت رياضه كده. انت لما تكون بتلعب ساعه كوره ولا ساعتين كوره مع اصحابك ماتش، بتخلص حتى لو انت ساعه الماتش انت بتكون مشدود وصاحب عمرك، ممكن تكون بتلعب قدامه ايه يا عم، لا فاول بعد الماتش خلاص. لا يا جدعان، الكرة عمرها ما كانت كده. الكرة عمرها ما كانت صراع. عمرها ما كانت مكان مقبرة لوفاة لعيبة وقهرت أهلهم عليهم. حرام. اتقوا الله، اتقوا الله. أشوفكم على خير، وآسف جدا إن أنا طولت في الفيديو ده، بس دي حقيقة. لازم الحقيقة تبان، ولازم نقول في يوم من الأيام عايزين وسط رياضي كويس، سواء إعلامي، سواء مسؤولين، سواء كل حاجة. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.